انت بتقول ايه؟ مستحيل، مستحيل ابدا. يا بنتي يا حبيبتي، ارضي بأمر الله، هتعترضي؟ وفضل بابا يقول لي كلام يهديني، ودخل اخويا محمد. مش هترجعي لوعيك بقى يا ندى؟ كفاية كده، حرام عليكي. شدي حيلك وشوفي بنتك، وخدي بالك منها، ما تفضليش زعلانة كده. الزعل عمره ما هيرجع بنتك. مش قادرة والله، مش قادرة يا محمد، تعبت قوي. طب حاولي تنامي يا حبيبتي، وهنروح لما تفوقي. نمت، وبعد ساعة فقت، وصلت البيت. وأول ما دخلت من باب الشقة لقيت طنط ندى واقفة، وجنبها ماما. وبشكل لا إرادي اترميت في حضن طنط ندى، وعيطت جامد، وقعدت تهديني. وبعد شوية انتبهت لماما، وحضنت ماما، وقلت لها: ليه يا ماما سبتيني؟ بابا بيقول لي أسيل ماتت يا ماما، ليه سبتيني لوحدي؟ يا بنتي حقك على راسي، كنت مفكرة لما بجوزك بطمن عليكي، اتاريني شايلتك هم اكبر من عمرك. ما كنتش عارفة ايه اللي بيحصل معاكي، ولما عرفت جيت هنا على طول. يا حبيبتي يا ماما. ماما، هو انتي بقالك هنا من امتى؟ 6 شهور يا حبيبتي. هو انا ايه اللي حصل لي يا ماما؟ يوه، احنا كل يومين يا بنتي على الحال ده. تعبت والله، كل يومين بتعيدي نفس الكلام. امتى هترجعي لطبيعتك يا حبيبتي، امتى؟ وفضلت ماما تعيط. انتي يا بنتي مش طبيعية من يوم ما عرفتي بمرض بنتك. ايوه ايوه، انا اخر حاجة فاكراها هو لما كنت في المستشفى. ما هو ده اللي حصل يا بنتي، انتي كنتي جسد من غير روح، مصدقتيش اللي حصل. ورغم كده قعدت 3 شهور رايحة جاية مع باباكي للدكتور عشان علاج بنتك، بس انتي كنتي فاقدة الامل. يا بنتي انتي كنتي طبيعية، لكن لما توفت بنتك انتي اتصدمتي، وبقيتي كل يوم بتسوء حالتك. انا مش فاكرة حاجة يا بابا، انا شفت بنتي وهي بتموت. اه يا بنتي، انتي ودعتيها وحضرتي دفنتها، كنتي موجودة معانا. انتي شفتيها يا بنتي، وشفتهم ما شايلينها، وبعدها اغمى عليكي، وبقيتي كل يومين في الحالة دي، تفوقي ومش فاكرة حاجة وتسألينا عليها، وبقينا نقولك ان هي مريضة، وحاولنا نخبي عليكي كتير ان هي تعبانة، ومرضناش نقولك اللي هي ماتت، وعرضناكي على كتير دكاترة، بس لحد دلوقتي مش عارفين نعالجك. كل ده مش هيغير فكرة اني خسرت بنتي. انا حاسة انك المرة دي هتفوقي يا ندى، ارجوك حاولي انك تتقبلي الواقع. حضنت بابا وانا عمالة اعيط، بعدت عن بابا شوية، وقلت له باستغراب وصدمة: وسعيد؟ سعيد عمل ايه؟ معرفش عنه حاجة، اخر مرة شفته في المحكمة لما طلقك بعد موت البنت باسبوع. ايه ده، هو انا اتطلقت؟ اه يا بنت اتطلقتي. بتفكري في ايه؟ اوعى تكوني بتفكري انك هترجعي للحيوان ده تاني. لا يمكن يا ماما، لا يمكن ارجع له ابدا، اساسا هو السبب في موت بنتي. ما تقوليش كده يا بنتي، الامر ده امر من رب العالمين. بابا، مش انا كنت حامل؟ انت سقطتي يا بنتي، حملك كان ضعيف. سكت والدموع في عينيا. خلاص دلوقتي يا بنتي، روحي نامي يا حبيبتي، وبعدها نتكلم ان شاء الله. حاضر. في المستشفى. يعني يا دكتور ندى حالتها بقت احسن ولا ايه؟ ايوه، هي بتتحسن شوية شوية، وان شاء الله هتعدي الصدمة اللي هي فيها، لكن انتوا الفترة دي ساعدوها تخرج من اللي هي فيه. حاضر يا دكتور، انا هحطها في عينيا. نمت وصحيت، وخرجت بره، لقيت بابا قاعد مع ماما وتنت ندى ومحمد، وشاب غريب اول مرة اشوفه، او يمكن مش اول مرة، ما كنتش فاكرة. تعالي يا ندى اعرفك على الباشمهندس شريف. اهلا. مدام ندى، اتشرفت جدا بحضرتك، انا شريف الانصاري. ده شرف ليا. أنكل حكالي عنك كتير، وكنت متشوقة أتعرف عليكي، بس ما كنتش بتخرجي. شريف جارنا من شهرين،
ساكن في الشقة اللي قصادنا وعنده 23 سنة. بصيت لي طنط ندى باستغراب وفهمت انها بتحاول توصل لي رسالة. قمت وانا متضايقة. سمعت ماما وهي بتتكلم في التليفون وبتقول: يا كامل بترجاك افهمني، ازاي اسيب بنتي في الظروف دي؟ بنتي تعبانة كتير. طب اقولك على حاجة، تعالى انت على القاهرة بس فترة بسيطة لحد بس ما تتحسن، وانا عمري ما هكرر الغلطة معاها تاني. انا سبتها وهي صغيرة. بقولك انا بختار بنتي، انا اخترتلك بالاول وما استفدتش اي شيء، وجعت قلب بنتي عليا، لكن هي دلوقتي انا هختارها. ندى حبيبتي، انا سمعتك وانت بتتكلمي. ماما ارجعي لجوزك، انا هنا كويسة، وطنط ندى مش بتسيبني لوحدي. اطمني انا كويسة. مستحيل اسيبك واسافر، انا مش هكرر الغلط مرتين. انت كنت بتوحشيني كتير. ماما ارجوكي سافري لجوزك وشوفي حياتك، انا كويسة، وهزعل قوي لو بقيتي بعيدة عن جوزك. يعني مش هتبقي زعلانة مني؟ لا يا ماما، انا بقيت كويسة الحمد لله. انت الظاهر بقيتي بتخفي يا حبيبتي، الحمد لله. يا رب ترجع حياتك طبيعية. حبيبتي يا ماما، انا داخلة اوضتي. ودخلت اوضتها ولقيت تليفونها بيرن. الو، ازيك يا ندى؟ الحمد لله. مين معايا؟ انا اروى يا بنتي. اه اروى، ازيك؟ وحشاني. فاتك نص عمرك ما سمعتش اخر الاخبار. مش مهتمة اسمع يا اروى والله. طب ولو قلتلك ان هبة اللي كانت صاحبتنا اتطلقت؟ بجد؟ لو تعرفي كانت عايشة ازاي، الكل بيتكلم عليها. دي كانت بتاكل ضرب وعلق كل يوم صبح ومسا. اروى، انا مش مهتمة اسمع اخبارها. طب بقولك ايه، ما تقدمي في الثانوية العامة. اروى انا تعبانة دلوقتي وعايزة انام. نامي يا اختي. وبعدها بشوية بابا ناداني. ندى يا بنتي، اقعدي مع محمد وشريف شوية يا حبيبتي، عايزين يكلموكي في موضوع مهم. حاضر يا بابا. عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة. ندى انا انكل حكالي كتير عنك، وعرفت انك ما كملتيش تعليم، ومش عايزة اكمل. يعني ايه مش عايزة تتعلمي؟ ندى انت لازم تكوني اقوى من كده، انت لسه صغيرة وفي حاجات كتير قوي ما تعرفهاش. لازم تتعلمي وتصنعي ليكي كيان، وتربي بنتك وتعلميها وتكوني قوية. انا كل ما احس ان بقت قوية تيجي حاجة تكسرني اكتر من اللي قبلها. دي طاقة سلبية، لازم تتحملي فوقي من اللي انت فيه. الدنيا ما بتقفش عند حد. يا ندى احنا عايزينك تبقى قوية، ما تكونش بنت ضعيفة. لازم تدافع عن نفسك بنفسك، وما تسمحيش لحد يأذيكي. انا مش قادرة اعمل حاجة بعد موت بنتي. لا قادرة. انا قدمتلك في الثانوية وهتمتحني السنة، ولازم تذاكري كويس، من هنا هتبدأ حياتك. حبيت اهتمام شريف بيا وانه بيديني ثقة في نفسي، بس بنفس الوقت اقنعت نفسي اني مش هتعلق بحد خالص. وجود اهلي معايا واهتمامهم ده الشيء الوحيد اللي انا عايزاه من دلوقتي. استأذنوا ونزلوا، وانا اضطريت ان ادخل اوضتي. وفجأة وانا داخلة اوضتي شفت حاجة صدمتني. أسيل انت عايشة؟ وجريت عليها وحضنتها. يا بنتي ما انت كنت كويسة، جرالك ايه تاني؟